تخيل معايا كده اكتر كرتون حبيناه في طفولتنا يتعمل له فيلم واقعي ويبقى بالمنظر ده، فاكيد انا مش هسكت على المهزله ديت ولازم اتكلم عنه وعن الضحك اللي كان بيحصل في فيلم بين 10 الين سويرم. النهارده هنشوف المهزله اللي حصلت في الفيلم دوت. بنبدا طبعا بكيفن راكب العربيه وعمال يخمس بيها في كل المدينه لحد ما بيوصل الجراج، وهنا بيقابل شخص غريب ومريب جدا، فبيظهر شويه ناس باور رينجرز كده. الراجل هنا بيقول له انا اسف جدا بس انا مش لوحدي معلش. الراجل بيروح له ويقول له انا معايا ماده فضائيه كده هتعجبك قوي. يعني ده شكل حد معاه ماده فضائيه نادره جدا، ده اكيد ديلر. بس لما كيفن الذكي بيحس ان في حاجه غلط بتحصل بيقول استنوا كده، ما انا برضو مش لوحدي. وهنا بتظهر جوين وبين 10، فكيفن هنا بيفهموا ان الماده ديت غريبه جدا وعمري ما شفتها قبل كده، والساعه هنا برضو بتتاثر من الماده الفضائيه اللي موجوده. فالبنت دي بتعرفهم حقيقتهم انهم سباكين بس مش عاديين، دول قوه سريه جدا بتشتغل بين الكواكب وبتنقذ العوالم. طبعا كيفن بيحاول يضحك ويقول كام افيه كده جمال، بس البنت اخيرا ما بتخلوش يكمل وبتكشف عن نفسها، واللي هي كانت حبيبه بن اصلا زمان، وكمان كانت سباكه زيهم هي وابوها. فهي جت لبن علشان عايزاه يساعدها لان ابوها اتخطف، وكل ده بسبب الماده الفضائيه. فبن اكيد بيوافق لانه جدع وشجاع وعنده قوه بتحكم العالم. انا مش عارف ايه الحوار الغريب ده، يعني بيفكرني بفيلم كده رضا بالظبط، نفس اللوكيشن اصلا. وفي وسط هذا الكلام الماده بتنور واكن في حاجه هتحصل دلوقتي، بس الواد بيفضل ماسكها برده. ما تسيبها يا ابني، انا مش عارف هو مش عايز يسيبها ليه يعني. والماده بتنفجر مره واحده وبيطلع منها حشرات كتير جدا تقعد تلف بينا يا دنيا، بس بتهجم على جوين. هنا بقى انا مش فاهم ليه جوين اصلا اتشقلبت بجد يعني. بعدين يعني الخطوه دي اللي هتفرق ولا هو اي شكله خلاص؟ فالناس لما بيشوفوا المسخ اللي بيحصل دوت بيهربوا، فبني بياخد حشه من على الارض ويروح يستخبى. ما تتحول يا ابني، ما لسه عاديات بتعمل ايه ولا انت لازم تلاقيه في الفيلم ده؟ بيظهر هنا الراجل الاقرع صاحب الحشرات واللي بيتحكم فيهم، وهنا بين بيستخدم الساعه وبيتحول لبيج تشيل. بص هو الوهله كده تحس ان هو ممكن يكون بيج تشيل فعلا، بس شكله وحش قوي يا اسطى بجد، بلاستيك جدا كده. بن بيجمدهم كلهم وبيدخل على الشرير بس بيقدر يهرب. الاقرع بيرمي على جوين على الحشرات. يا بنتي ما تستخدمي قوتك، هو اي تلزيق وخلاص. انا مش فاهم يعني هو ايه ده، هم عايزين يعملوا اي علاقه بالعافيه وخلاص، مع ان اصلا هم مش لاقيين على بعض نهائي. فبيلاحظوا ان اللينا اختفت من المكان، فبيمشوا ويوصلوا لمكانهم السري. فبيدخلوا بين بيحط المفاتيح ويدخل الاسانسير، واللينا الينا بتراقبهم، الشر باين في عينها. بينزلوا المختبر السري وبيحاولوا يعرفوا الشفره الفضائيه جت منين بالظبط. كل واحد فيهم بيحاول بس ما بيعرفوش برضه، فمفيش اي حل دلوقتي غير انهم يدوروا على الينا ويسالوها. بس المشكله ان جوين وكيفن مش عايزين كده اصلا، لانهم حاسين انها بتضحك عليهم وشكلها توديهم في مصيبه. بس بين العكس تماما، بيحبها جدا ودايب فيها في جانا اورتيجا ديت. جده ماكس بيجي واللي بيبقى حاسس انه شاف الشفره دي قبل كده، بس بيجي تحذيره ان في دخيل في المختبر. واخيرا جوين بتستخدم قوتها وتقدر تعرف مكان الحرامي، والجاسوس بيطلع الينا. جانا اورتيجا دخلت ازاي بقى؟ هي ماشي شافت المفاتيح لما بن كان بيعينهم، بس ازاي اصلا دخلت المحل والراجل اللي شبه الباب ده واقف كده؟ يعني هو ما شافهاش بجد؟ يعني يا جدع احترم عقولنا بجد، ما تخلينيش اكره البنت تن ده مليون مره بجد. بنرجع وجانا اورتيجا بتقول لهم انا عايزاكم تساعدوا ابويا ومش عارفه اصلا هو راح فين، مفيش غيركم اللي هيقدروا يعملوا كده. بس جده ماكس ما بيرضاش يساعدها خالص. الينا بتقول له استنى كده، انت نسيت لما قعدت 3 سنين ما تكلمناش خالص ورميتنا في الشارع من غير ما تساعدنا؟ بين الطيوب بقى ما بيبقاش مصدق ان جده عمل كده فعلا، بس جده ماكس بيقول لها برده مش هساعدك، وادي يا كيفن خدها من هنا. فبنعرف هنا بقى ان ابوها اصلا اللي هو فيكتور فالديس كان شغال مع جده ماكس وكان شاطر في شغله، وبيفهموا انه كان واثق فيه جدا ومأمنه على كل حاجه. بيكمل ويقول لهم ان لما سلمته اداره كل المكان خني وسرق نفس المعدات الفضائيه اللي مع الينا، وعشان كده اتطرد من المكان. بس بن بيبقى حاسس ان جده كذب عليه من البدايه خالص، مش خايف عليه ولا اي حاجه، فبيسيبهم ويمشي. بيركب موتوسيكل جامد جدا ويقابل الينا. احلى حاجه بجد في الفيلم ده هو الموتوسيكلات والعربيات، بس مفيش اي حاجه تانية عادل خالص. بن بيقول لها خلينا نروح نشوف كده الركاكات الفضائيه فين الاول وبعدين نبقى نشوف ابوك الاقرع. بنروح لكيفن اللي قاعد يهبد هبد كده في مكتب جده ماكس علشان يعرف اكتر عن الماده الفضائيه، ولو الاقرع فعلا سرقها فاكيد موجوده في الملفات، بس الملفات كلها مقفوله. كيفن طبعا هيحاول يفتح الملفات ازاي بقى مش عارف الصراحه. تقريبا هو بيقعد يشد على شفايفه كده ويديها نظره مع شويه هبده هتتفتح يعني بجد. بنروح نشوف واحد ماشي شكله غامض جدا بيمسك اتنين في الشارع ويدشدشهم ويرمي عليهم شويه الحشرات بتوعه. يخرب بيت شرك يا قرع والله بجد يعني. بين والينا بيروحوا المكان اللي المفروض ابوها يبقى موجود هنا، وهو موجود فعلا بس بيخلي اتباعه يتحركوا عليهم. بين والبنت بيطلعوا بعدها الاقرع واتباعه. المفروض ان دول زومبي يعني تقريبا، بس يعني ده اكيد مش زومبي اكيد، يعني ده واحد مراته منكده عليه او مثلا لسه صاحي من النوم حاجه كده. فالمهم بيحملوا الحشرات في عربيه شركه الشحن ويمشوا. والناحيه التانيه بين والينا بيدوروا على الحشرات. فبين بيكتشف ان ابوها كان بيطور الرقاقات الفضائيه مش بيدرسها، بس هي بتقعد تقول له لا انت غلطان، ابويا ده ملاك وطيب جدا. وكمان بين بيعرف ان ابوها كان شغال في شركه شحن. يا على الحبكه الدراميه الجامده، الناس بتدخل عليهم والحشرات بتتحكم فيهم كلهم. بين بيحاول يستخدم الساعه بس لسه بايظه. والله انا حاسس انهم عملوا كده عشان ما يستخدموش سي جي اي زياده كتير ويتعبوا نفسهم فقالوا لك خليها بايظه وخلاص. بين والينا بيهربوا من الباب اللي بيهرب منه اي بطل في اي فيلم دوت، فبيركبوا الموتوسيكلات ويجروا. بصوا هنا بقى الينا بتقع من الموتوسيكل ازاي اصلا، والناس دي مش بيقربوا منهم خالص نهائي يعني. هما بس عملوا كده علشان
بن ياخدها وراه ويعملوا يكونوا علاقه حب ورومانسيه كده كحيانه وملزقه، بس مع ان مفيش كيمياء بجنيه ومش لاقيين على بعض نهائي. كمان بنروح لكيفن وجوين اللي بيكتشفوا مقابله بين ماكس والاقرع الشرير، وهو بيحاول يفهم ماكس ان الرقاقات الفضائيه ديت شريره جدا وخطر، بس جده مش مصدقه. انا مش عارف ايه الرياكشنات دي، يعني هو في ايه يا عم بجد؟ بنشوف كيفن الذكي والكاريزما بيعرف مكان الرقاقات فين وانها في شركه الشحن، فبيروحوا لشركه الشحن بالليل. بيدخلوا المخزن وجوين بقوتها بتعرف انهم كانوا موجودين هنا فعلا، وبيكتشفوا ان الرقاقات دي مش بس في مدينه واحده، لا دي في كل انحاء العالم. بيدخل عليهم راجل غريب ومريب بيقول لهم الشحن مغلق دلوقتي، امشوا بقى علشان مش عايزين مشاكل ووجع دماغ. من شكله بس كده تعرف انه مش طبيعي نهائي يعني. فالراجل الغريب مش بيخليهم ياخدوا اي ورق من المكان، بس طبعا كيفن بيمسكه. بس ايه ده بقى يعني؟ ده اكيد اي حاجه غير انه خشب يعني. يا راجل احترم، انا عيوني هتبوظ من الفيلم دوت بجد. بيركبوا العربيه بس بيلاقوا الواد صاحي والرقاقات بتهجم على العربيه، يعني حتى العربيه الحاجه الوحيده اللي حلوه في الفيلم هتبوظوها. فبعد مطارده طويله واستعراض مهارات كيفن في السواقه، الرقاقات بتدغدغ العربيه، وبين من الناحيه الثانيه سامع الصوت محرك العربيه ورايح في الطريق. الرقاقات بتتجمع لحد ما بتتكون لكره كبيره جدا، فجوني بتحاول تضرب اي حاجه بس مفيش خالص. كده كده اصلا جوني ملهاش اي لازمه هي وكيفن يعني. بنشوف بن جاي من بعيد بيجهز نفسه ويتحول لهيومانجاسور. مين ده بقى يعني؟ ده اكيد ده مش هيومانجاسور بتاعنا، اكيد يعني ده عرسه. انا كان نفسي اشوف وحش كده عليه القيمه حتى يا جدع، يعني الين اكس مثلا، بس حتى لو كانوا عملوا الين اكس كان هيبقى شكله معفن يا عم. كويس ان هم ما عملوش. ده مش هيومانجاسور، ده مش ديناصور ولا عرسه ولا اي سحليه، ده مش اي حاجه من الحاجات دي. ده اكيد القرد اللي بتقعد تضربه دوت وتتمط ويقعد يتمط معاك دوت، هو شكله بالظبط. المهم العرسه بتقعد تحاربهم بس مفيش فايده، فبيستخدم العربيه بتاعت كيفن وتكسرها وينتهي الامر. طبعا كيفن بيقعد يقول له ايه يا عم انت مش لاقي غير العربيه بتاعته ولا ايه؟ بيني بيقول له يا عم معلش عادي يعني. بس برضه كيفن وجوين مش واثقين خالص في إلينا نهائي وبيعاملوها زي العبد. بنروح لجده ماكس في المختبر، والناس في كل انحاء العالم بتشتكي من الرقاقات اللي وصلت لهم، حتى في برشلونه راحوا ازاي بقى انا مش عارف. التفتيش مش فاهم اي حاجه من الحاجات دي بجد يعني. فجده بيحط الرقاقات في العلبه، بس في واحده بتقع وتقعد تتفسح في المكان لحد ما بتلزق في دراع ماكس. الرقاقات دلوقتي بتزيد اكتر من الاول بكتير، فبين والرجاله هدفهم دلوقتي انهم يقتلوا الملكه بتاعتهم لان هي اللي بتولدهم وتسيطر عليهم كلهم. فيلا يا جدعان نبحث وندور على اماكنهم. يا عم افتح العب جاتا بدل العبط ده بجد والله، واتفرج عليا مثلا. اعمل سبسكرايب بقى بالمره. في هذه الاجواء المظلمه وكل الناس نايمه، المخرج بيحاول يكون اي علاقه حب بالعافيه مع انها علاقه كرينج جدا. فبين الجدع الجامد بيسيبها ويمشي، يروح لجده ماكس اللي بيلاقيه هيقتله بالتلفزيون بس بيمسكه، وكل الناس بتيجي. اجوا منين بقى؟ انا مش عارف الصراحه يعني. دول المفروض اصلا يبقوا في سبع النومه دلوقتي لانهم تعبانين جدا. هو اللي كان بيقول كده بينا، انا ما اقولش اي حاجه من الحاجات دي. فبنشوف كيفن بيمتص الكاوتش وبيضربه على دماغه. يا بنتي اعملي رياكشن واحد بس، اي حاجه حاسين انك موجود. حتى التمثيل في الفيلم ده يا جدعان بارد جدا لابعد الحدود، مفيش اي رياكشنات خالص. البيت شبه زياد زازا لما يجي يمثل، تحسهم جايين يشوفوا بين وخلاص، هو بيتحول بس مفيش شخصيه ليها لازمه. كيفن وجوين والبت دي حتى بين نفسه هو الصراحه شبه الكرتون شويه، بس التمثيل يا نجم راح فين شخصيه بين تن العبيطه ديت؟ انا عايز الشخصيه الغبيه ديت. فبيقعدوا ماكس على الكرسي، وطبعا الرقاقه سيطرت عليه. انا مش اخاف اكيد من واحد عنده 90 سنه زومبي يعني. فجده ماكس بيشغل بخار ويهرب. الراجل اللي عنده 70 سنه بيهرب في ثانيه. ماشي. بعد شويه حنيكه وبحث بيعرفوا مكان الشاحنات بتاعه الرقاقات، فيروحوا للملكه علشان يخلصوا عليها. يا سلام عليك يا ملك يا كاريزما. القرى ديت كلها اقدر اكتب عليها السكريبت مثلا ولا حاجه. ركزوا معايا بقى في الحته ديت. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ ايوه صح المخرج كل لما يعطل يديها حته عربيه جديده فجره تانية. انا بعشق العربيات بجد في الفيلم ده. فالرجاله بيوصلوا المكان واللي موجود فيه الاف من الناس الزومبي، ناس كتير جدا، وبالرغم من كده دخلوا المخزن. ازاي بقى؟ انا ما اعرفش يعني. كل الناس دي ومفيش واحد بس واقف في المكان اللي دخلوا منه بجد. يا عم والله انا مش هوجع دماغي تاني بجد. بينه والرجاله بيكتشفوا ان فيكتور فالديس ابو إلينا هو اللي مسيطر على الرقاقات، يعني مش مخطوف زي ما كانت بتقول. بس برضه بين بيفضل مصدقها رغم كل الكذب. بينزلوا علشان يقربوا من الاقرع شويه، فبيعرفوا ان الملكه في دماغ الاقرع وبتتحكم فيه، علشان كده بن لازم يتحول لوحش يقدر يدخل دماغه. بيجي راجل ياخد إلينا بس بتضربه. يا عم صباح الفل، انت لسه فاكر؟ ده نزل وعملوا خطه وقلبوا الدنيا وانت لسه جاي دلوقتي. فبنشوف الساعه اخيرا بتشتغل وبتقترح على بن وحش جديد صغير شبه النمله. هو عباره عن وحش بيقعد يصغر ويكبر في نفسه. فبن بيقعد يصغر في نفسه لحد ما بيدخل في مناخير الاقرع. انا مش هتكلم، ممكن حد يكون بياكل دلوقتي، ماليش دعوه. فبعد مشوار كتير من القرف بيقابل الملكه ويقعد يتشكل معاها شويه، وبره بنشوفهم قاعدين يهزروا مع بعض. انت بتبص عليه يا عم انت بجد يا اسطى؟ روح اضربها، اعمل لها اي حاجه بجد. بنرجع ونشوف بن بيقتل الملكه وكل الناس بتتشال من عليهم تاثير الرقاقات، وبن بيطلع ويقول لهم شايفين انا جامد قد ايه؟ صح عسل جدا. يلا والله طلع لجدك دمك خفيف. وبيشوف جده ماكس رجع لطبيعته خلاص،
وكل الناس بتعيش في امان وسلام. والعلاقات الكرنج دي بقى ما تشكرنيش، اشكر بنتك هي اللي علمتني ازاي ابقى احارب والكلام دوت. ايه القرف ده بجد؟ الفيلم يعني الفيلم وحش جدا، الفيلم سيء. انا بجد انا مش عارف كنت اتفرج على الفيلم ده ازاي. وانا بتفرج على الفيلم ده كنت بعاني بجد. ففي اسباب برضو ان الفيلم ده طلع وحش يا جدعان. يعني في كام حاجه كده كانوا سبب اساسي في فشل الفيلم دوت، مثلا زي السي جي اي المقرف ده. يعني في الكرتون كانت التحولات لحظاتها ملحميه ومفصله اكتر، لان في الفيلم التحولات تحس انهم بيعملوا اللي عليهم وخلاص. وده خلانا ما نرتبطش بالفضائيين ولا حتى ابطال العمل. وده يودينا على الاجواء بتاعه الفيلم نفسه، لانه عمل غلطه كارثيه بمعنى الكلمه. لان بسبب الميزانيه اللي هي 40 مليون دولار واللي انا شايفها مش قليله خالص، لان فيلم زي ديستريكت 9 مثلا كان حوالي 30 مليون يعني اقل، والسي جي اي احسن بكتير. فعشان كده كانوا بيصوروا الوحوش زي هيومانجا سور في الضلمه، ودي خدعه من المخرجين لما الميزانيه تبقى قليله، بيصوروا الوحوش الضخمه في الضلمه علشان يقدروا ضعف التفاصيل. في بين 10 كان مشاهد القطارات فقيره جدا، هو بس بين بيتحول وكيفن بيمتص اي حاجه. واكتر حاجه عبيطه هو مشهد امتصاص كيفن للارض، لان جسمه بيقعد متغطي ثانيه واحده بس، ما تلحقش تشوف حاجه ويرجع بسرعه على شكله الطبيعي، عكس تماما اللي في الكرتون كان بيفضل بهيئه المتحول دوت طول القتال حرفيا. اما جوين بقى تقريبا كانت بتستخدم ايديها بس طول الفيلم، ما كانتش بتعمل اي حاجه. تحس ان الممثلين ما عملوش اي مجهود يذكر حرفيا في تجسيد شخصيات المسلسل نفسه. الاضافه لده كمان كان شكلهم كبير، يعني تحسهم في العشرينات كده، مش شويه ناس مراهقين عندهم 16 ل 17 سنه مثلا. وغير كده كمان ان الفيلم واخد نفسه بجديه زياده عن اللزوم، واحنا مش واخدين على بين 10 كده نهائي. بالعكس كنا بنحب الجو اللي بيضحك والعبط اللي كان بيعمله بين وغبائه في اغلب الاوقات. فانت لما تاخد نفسك بجديه كده ما ينفعش الواحد يسكت على القرف اللي بيحصل ده، علشان انت جد معايا من اول لحظه في الفيلم. يا عم ده انت جايب لي ديلر صباح الفل، يعني انت جايب لي ديلر بيتاجروا في المواد الفضائيه. وغير كده كمان انا متضايق جدا من الشرير الغبي. يعني يا اسطى انت عندك واحد زي كيفن ده، ازاي ما خليتوش هو الشرير بتاع الفيلم؟ كان هيبقى جامد جدا. بس مش كيفن دوت، يعني كيفن تاني، جيب كيفن تاني كده جسده كيفن وخليه شرير، كان هيبقى فشيخ. طيب بس هل ال 40 مليون دولار دولت راحوا كلهم في السي جي اي؟ الحقيقه لا، هم راحوا حرفيا في عربيه كيفن، لان المخرج أليكس وينتر كان مهووس بتقديم تجربه واقعيه وقرر يبني نسخه حقيقيه ومعدله بالكامل. فعشان تعمل العربيه بالمواصفات دي بتكلف الاف الدولارات، ده غير انه محتاجوا اكتر من نسخه علشان مشاهد الاكشن والمطاردات. فكانوا المفروض يوفروا شويه في الشو والعربيات دي كلها ويعملوا وحوش اكتر بشكل يكون افضل من كده. بس السؤال المهم هنا، هل فعلا الفيلم ده احسن من فيلم ريس ايجنست تايم اللي اتعمل ب5 مليون بس وبين 10 كان لسه صغير؟ وما تنسوش تقولوا لي برضو ايه احسن نسخه بين 10 شفتوها. انا بالنسبه لي كانت التيميت الين، فكرته كانت مختلفه، كان بيبقى فيه وحوش جديده كل شويه، كانت جامده فشخ. ولازم تعمل سبسكرايب بقى ماشي.